السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني قد كده. من الفيديوهات اللي فاتت عايزه اقول لكم ان فيديو الفوانيس اللي انا كنت عاملاه او الريفيو عن محل الفوانيس اللي انا كنت عاملاه، ناس كتير جدا بعتت لي على الخاص تسالني المكان بالظبط فين وانا قلت لهم. وعايز اقول لكم برضو ان انا رحت المحل ده تاني او الشادر ده تاني او المكان ده تاني، هو مش محل، هو مكان كبير قوي قوي. عشان اروح اجيب منه، واشتريت منه اشكال حلوه قوي قوي هوريها لكم باذن الله في فيديو المشتريات اللي احنا هنعمله عشان خاطر رمضان وزينة رمضان وزواق رمضان. بس الاول هنقول الفيديو بتاعنا بتاع النهارده. زي ما انتم كنتوا شايفين عاملين شويه سمك بقى زي العسل كده مقليين من غير ما يكونوا شاربين زيت ولا اي حاجه. السمك ده موجود في كل البلاد على فكره عندنا يعني. بس بيختلف اسمه من بلد للتانية. يعني عندنا مثلا اسمه بيقولوا عليه سوريديا، وفي ناس بتقول مكرونه، وفي ناس بتقول روسي. في كل بلد له اسم يعني، بس هو موجود وهو في الاخر هو بيبقى مثلج كده، واكيد هو معروف يعني. وسعره مش غالي، انا جايبه الكيلو ب70 جنيه. بالنسبه لبعض الاسماك التانية فان هو بالنسبه لي انا حبيته شويه يعني عن السمك الشبار. انت لو جبتي سمك شبار وعشان تاكلي اسره مثلا في كيلو، لا الكيلو ما بيكفيش الحقيقه خالص. وبقى سعره بالنسبه لانك هتقليه لا اغلى. بتجيبي طبعا سمك بيبقى كبير شويه عشان تعرفي تنصريه وكده، بيبقى اغلى. فالسمك ده حلو جدا، وكمان طعمه حلو وما بيشربش زيت. وعايزه اقول لكم ان احنا هنشوف النهارده مع بعض بننضفه ازاي، ما يكونش فيه نشيل السفايايه اللي في النص اللي هي سلسله الظهر الكبيره دي بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. بتدخلي السكينه كده بالراحه من تحتها، وبتمسكي بالصباع التاني عشان خاطر ما تهريش اللحم معاكي، لان هو اصلا من كتر التلج اللي بيبقى فيه بيبقى ضعيف جدا، ويعني ايه ما بيستحملش. فاحنا نحاول عشان اطفالنا مثلا ما يبقوش متضايقين انه فيه يعني ايه عظم السلسله بتاعه الظهر ده موجود. فاحنا بنحاول نشيلها بالراحه بحيث ان احنا نديهم ايه ان هم يحبوا سمك وياكلوه، لان معظم الاطفال ما بتحبش اصلا تنصر السمك وتاكله. إيه عشان خاطر ايه بيضايقوا من السفايات اللي موجوده في السمك زي اولادي كده، ربنا يهديهم يا رب. شفتوا انا هنا طلعت بقى العمود الفقري بتاعها يعني. هعمل لكم واحده كمان زيها ونضفتها خالص، هي ما شاء الله طالعه زي الفل، والسمك ما اتهراش ولا حاجه. بس اهم حاجه لما تجيبيه من عند السماك هتحطيه الاول في ميه يفك تماما خالص زي ما انتم شايفين كده في البوله، وبعدين هتمسكيه واحده واحده بالراحه كده. هتقصي الراس وتشيلي بقى اي حاجات في اللي هو الديل والكلام ده كله. وبعدين هتفتحي بقى البطن وتحاولي تسلكي كده بطرف السكينه او ببوز السكينه بالراحه من تحت العمود الفقري كده بتاعها يعني. سلسله الظهر يعني، هو العمود الفقري اللي هي سلسله الظهر بتاعت السمكه. وبعدين تنضفي بقى البطن. المجموعه دي او الخمس سمكات دول الاول انا بعت جبت كيلو من السمك. عذرا يا جماعه على قطع الفيديو والصوت، هنا كان تليفوني رن، يلا مش مشكله خير الحمد لله. المهم احنا كنا بنقول بقى انا بعت جبت السمك ده، قلت له انا عايزه كيلو من السمك، جاب لي 4. هو السمك ده حلو وسط يعني، مش صغير ومش كبير قوي. الاربعه عملوا كيلو. بعدين قلت ايه طب ما انا اجيب واحده كمان زياده مش عارفه ايه، لانه بصراحه لما بيكون مش فيه سفه الاولاد بيحبوه كتير وبيحبوا ياكلوه، بيبقى عامل زي الفيليه كده. وكمان لو فيه سفايات صغننه بتبقى ضعيفه جدا، ما بتبقاش عامله مشكله للاطفال خالص. ف فالسمكية الواحدة الحقيقة معايا اللي أنا جبتها بعد كده عملت 17 جنيه ونص. والسمك ده كان عامل معايا الكيلو أخد مني تقريبا 72 جنيه، يعني على طبة الميزان أو 73 حاجة زي كده يعني. دي تاني سمكية بقى احنا خليناها برضو اهي. هكمل بقى بقية السمك كله عشان ما اطولش معاكم الفيديو. ولازم تشطفي الأول بطنه كويس جدا بعد ما تشيلي السفة بتاعه ده اللي هي سلسلة الظهر بتاعته دي خالص. وبالراحة زي ما قلت لكم بتدخلي السكينة بالراحة وتحاولي تخليها كده بالراحه جدا، بتطلع معاكي زي الفل زي ما انت شايفاها وقشطه وبيضه وما فيهاش اي حاجه نهائي. هخلص بقى كل الكميه دي ويلا بينا عشان نعمل التتبيله بتاعته. هنا بقى كنت خلصت الكميه كلها وجيت عشان اعمل التتبيله. ده فلفل احمر انا ببقى طحناه وعيناه في الفريزر عندي، اخدنا منه حوالي معلقتين كبار كده، وحطيت كمان توم مفروم. طبعا ده حسب كميه السمك اللي عندك. شفتي بقى التوابل اللي انا حطاها لك دي قدامك، كمون وملح بسم الله الرحمن الرحيم، وملح ليمون وملح عادي وكمون وبهارات من بتاعه السمك وكركم وتوم باودر، وعصرنا عليهم ليمونتين كبار. دي التتبيله بتاعه السمك اللي انا بحطها عليها. هقول لكم تاني، ليمونتين كبار عليهم معلقتين من الفلفل الاحمر المطحون، ولازم يكون فلفل مطحون احمر حلو جدا بيدي تيست جامد قوي. هنحط
كركم، هنحط ملح ليمون، هنحط كمون، وكمان البهارات بتاعة السمك. ده خل، حطيت معاه حوالي معلقتين خل كبار كده، طبعًا ما ننساش الليمون إن هو محطوط فما نزودش الخل معانا، وهننزل عليهم بشوية زيت، حوالي معلقتين برضه من الزيت كده. عايزة أقول لكم إن البتوع الصغننين الشاليهم بتوع الزيت دول من ساعة ما الزيت غِلى الحقيقة وأنا باستخدمهم، لأ موفّرين معايا أوي. هاوريهم لكم إن شاء الله، هنعمل قريب فيديو في المطبخ عندي في ترتيبات رمضان بقى ونضبّطه إزاي، لإن بصراحة هو مكركب شوية، فأنا عايزة أضبّطه بقى عشان دخلة رمضان كده نقف فيه وإحنا نفسيتنا مرتاحة، ونعلّق زينة رمضان بقى كل سنة وإحنا طيبين اللهم آمين. وعايزة أقول لكم إن اللي وصل لحد هنا معايا في الفيديو يا جماعة، يا ريت لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ أميرة وريماس. وبعد إذنكم الله يصلح حالكم، الله يخليكم، يا ريت لايك يرفع معايا الفيديو، واكتبوا لي كومنت حلو، واللي لسه ما اشتركش في القناة يا ريت يشترك، وإن شاء الله فيديوهاتي تعجبكم كلها وهتستفادوا منها. نزلنا بقى كده بالخلطة كلها على السمك، وهنسيبه حوالي ساعتين متبل في الصينية كده زي ما هو شارب من فوق ومن تحت وزي الفل. هنسيبه بقى ساعتين، ونيجي بعد الساعتين دول هنعمل الأول شوية الرز بتوعنا، العسل السكر اللي انتوا شفتوهم في أول الفيديو، اللي هو الرز الصيادية بالبصل. أنا بعشق الرز ده، بيتاكل حاف كده يا جماعة. عايزة أقول لكم إن هو يعني أنا باحبه أصلًا عن الرز الأبيض بجد، جنب السمك المقلي باحبه جدًا عن الرز الأبيض. طبعًا حسب كمية الرز اللي أنتِ عاملاها، أنا مثلًا عاملة هنا من الكوبايتين العاديين بتوع الشاي، أنا عملت كوبايتين ونُص، لإني ما باحبش إن أنا يعني إيه أعين منه كتير في التلاجة، لو اتبقى منه يا دوبك على قد الأكلة ويكون خلص خلاص. جايبة له بقى البصلاية الكبيرة الحلوة القمر اللي أنتم شايفينها دي، ومعاها بصلة بنتها كده كمان صغننة، وقشرتها مكعبات صغننة خالص. وهاقول لكم ليه مكعبات صغننة، أنتم ممكن تقولوا لي ليه يا أميرة ما تخلّيه مكعبات كبيرة عادي، أو عادي حسب ما إيديكِ تقطّع. أقول لِك لأ، لإن إحنا مش هنطحنه في الخلاط. ليه بقى مش هنطحنه في الخلاط؟ هاقول لكم دلوقتي ليه. أيام زمان كده ربنا يرحمِك يا أمي يا رب، كنا زمان يعني أمّا كنا بنقطّع بقى البصل والكلام ده، كنتِ تقولي لي اطحني البصل بعد ما تحمّريه في الخلاط وانزلي بيه على الرز، كنا زمان بنعمله كده. لكن بعد ما أنا اتجوزت الحقيقة جرّبت إن أنا أقطّعه قطع صغننة خالص زي ما أنتم شايفين كده، وأحمّره معايا وأحطه زي ما هو على الرز. طلع بصراحة تيستو عالي جدًا، جدًا، جدًا. ولمّا جرّبته وقُلت لأمي عليه قبل ما تتوفى الله يرحمِك يا أمي يا رب أنتِ ووالدي، وأمواتنا وأموات المسلمين اللهم آمين. قالت لي: "لأ تصدقي طعمه حلو أوي وإحنا مش مقطّعين البصلة أو مش طاحنين البصلة سوري، طعم البصلة أصلًا في بُقِّك مدّي تسكيرة كده حلوة جدًا يعني." فأمي شجعتني على الموضوع ده، وأنا من وقتها يعني إيه ما باطحنش البصل في الخلاط، وباقطّعه قطع صغننة خالص وباحمّره. هنشوفه دلوقتي بيبقى شكله عامل إزاي بعد ما نحمّره، تحس إن هو ما هوّاش مش بيبان بقى إن هو حاجة كبيرة أوي كده جوّه الطاسة. هنجيب بقى الطاسة ونحط فيها الزيت على قد برضه الرز بتاعنا، وننزل عليهم بالبصل ونفضل نشوّح فيهم لحد ما ياخدوا لون غامق معانا. عايزة أقول لكم لو حد يعرف، أنا الاستندات يا جماعة أو الحديد اللي هو بتاع البوتاجاز ده، أنا رُحت أشتريه من الراجل اللي هو عنده الحاجات دي. أولًا ما لقيتش المقاس بتاع البوتاجاز بتاعي، وفي نفس الوقت لقيته يعني ماشي هو ده اللي أنا عايزاه، بس بعد كده القشرة دي هتتشال ويصدّي. يعني أنا جوزي بيقول لي على فكرة ده حديد مش من النوع النضيف اللي هو جاي مع البوتاجاز. فأنا مش عارفة الحقيقة أشتريه منين، لو حد يعرف أنا أشتريه منين من شربين من هنا يا ريت يقول لي، يبقى كتّر ألف خيره. هتقولوا لي يا أميرة هنا البصلة غمقت، أقول لكم absolutely خالص ما غمقتش ولا حاجة. هنشوف دلوقتي إحنا ليه عملناها اللون ده، عشان تدّي اللون البني الحلو أوي اللي إحنا شايفينه في أول الرز. هنا بقى كنت غسلت الرز الكمية اللي أنتِ عايزاها، وتنزلي عليها بشوية الملح الحلوين، وطبعًا مش هنحط زيت لإن إحنا محمّرين الرز. هتقولي لي يا أميرة ده البصل اتحرق، هاقول لِك absolutely برضه هتشوفي دلوقتي الرز عامل إزاي. هو الرز مغمق يا جماعة، ولمّا حمّرته وغمق حطيت عليه ربع كوباية من المَيّة، طبعًا أنا منقّصة المقدار بتاعها من عقد الرز، عشان ما يعملش ما يعجنش معانا يا شاطرين يا حلوين. لمّا حطيت عليها ربع كوباية من المَيّة بقى نزّلت اللون البني. هنا بقى هنعمل التتبيلة، أو مش التتبيلة، ده الخليط اللي إحنا هنحمّر فيه السمك بتاعنا. هننزل بإيه، أي كمية من الدقيق هتنزلي بيها، انزلي بنُصّها من النشا عشان يطلع مقرمش معاكِ، وفي نفس الوقت يا جماعة الزيت ما بيتحرقش، أنا باحس إن الزيت ما بيتحرقش. ونزلت بقى بالتوابل اللي أنا تبّلت بيها السمك، هي التوابل اللي أنا تبّلت بيها الدقيق، ما عدا طبعًا الفلفل الأحمر والليمون والتوم. يعني حطيت كمون، ما حطيتش ملح، خلّي بالكم ما حطيتش ملح في الدقيق، لإن التتبيلة بتاعة السمك فيها ملح عشان ما يملّحش مننا، خدوا بالكم من النقطة دي. حطيت كمون، حطيت بهارات من السمك، حطيت كمان إيه يا أميرة، حطيت توم باودر
توم باودر صغنن وحطيت كركم معاه، وطبعا هيديك اللون التحفه اللي انت شفتيه في اول الفيديو، اللون الاصفر الحلو قوي بتاع السمك ده الجميل جدا. زي ما انتم شايفين الزيت حلو ازاي، ودايما ايديكي فيه عشان هو ما بياخدش وقت خالص على النار. وهتشوفوا دلوقتي ريماس هانم جت لبختني وقالت لي مش عارفه يا ماما انا عايزه اعمل ايه، فانا ببص لها مش عارفه بعمل ايه، اتلبخت فيها. ويا دوبك انا اصلا ما بسيبش السمك ده نهائي، لازم ابقى واقفه قدامه عشان اطلعه كله لون واحد. ففي واحده يا قلب امها اتلسعت وصعبت عليا جدا جدا، الديل بتاعها اتحرق يعني الحقيقه مش اتلسع، بس عادي ولا يهمنا. احنا فرقعنا الحته اللي هي محروقه دي وسيبنا الباقي عادي، وكان الاكل زي العسل وبالهنا والشفا على اللي اكلوه يا رب. وان شاء الله لما تجربوا الوصفه دي هتحبوها والتتبيله. وطبعا انا عارفه ان كلكم شاطرين وعساسيل، شايفين الحته اتحرقت دي فرقعناها وهتروح وخلاص لحالها. وان شاء الله باذن الله هتجربوا التتبيله والحاجات دي هتقولوا شايفين الرز عامل ازاي، اوعى وشك. وطبعا شويه السلطه بقى بالكابوتشي بقى والبصل بقى والفلفل وحاجه كده اللهم بارك، حلوه قوي قوي. يا رب يا جماعه اللي يكون وصل لحد هنا لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ اميره وريماس عشان يوصل لكم كل جديد مننا. الله يصلح حالكم، ويا ريت تكتبوا لي في الكومنتات عجبكم الاكله ولا لا. وكل سنه وانتم طيبين عشان خاطر رمضان، وانتظرونا في فيديوهات جديده وبمناسبه رمضان. مع السلامه.